جوه جسمك دلوقتي أكتر من 100 تريليون كائن حي، هم اللي بيتحكموا في صحتك أكتر مما تتخيل. احنا بنسمع كلمة بكتيريا ودايماً بنفتكر إن في حاجة وحشة ولازم نتخلص منها، بس الحقيقة مش كده خالص. البكتيريا اللي ساكنة في أمعائك دي هي أكبر مساهم في عملية الميتابوليزم في جسمك، هي اللي بتساعدك تهضم الأكل وتصنع الفيتامينات جوه جسمك من غير ما تعرف. هي كمان اللي بتنظم الالتهابات في جسمك، والالتهاب ده لو استمر ممكن يوصل لأمراض مزمنة خطيرة. وهي اللي بتقرر من صغرك هتعمل لك حساسية ولا لأ، أو هتعاني من مشكلة في مناعتك ولا لأ. وأكتر من كده بكتير، البكتيريا دي بتبعت إشارات لمخك، إشارات بتأثر على جوعك، مزاجك، وحتى الكريفينجز اللي انت بتبقى عايزها في الأكل. دي مش دايما بتبقى منك انت، دي ممكن تكون من البكتيريا. وفي حاجة مهمة جدا، الأدوية والسبلمنتس اللي بتاخدها، البكتيريا هي اللي بتقرر هتشتغل في جسمك ولا لا. يعني لو أمعائك مش تمام الدواء ممكن ما يمتصش صح. البكتيريا دي زي الحارس في أمعائك، هي اللي بتفتح الباب لكل حاجة نافعة، وهي اللي بتقفل في وش كل حاجة ضارة. فلما نقول صحة الأمعاء مش بنتكلم بس عن الأمعاء، بنتكلم على مناعتك ومزاجك ووزنك وحتى استجابتك للأدوية. احتفظ بالفيديو ده علشان ده أول أبيسود في رحلة صحة الأمعاء، هنتكلم فيها عن صحة أمعائك وصحة الميكروبيومز اللي موجودة جوه أمعائك. تابعونا.